كل واحد ممكن تسامحه. ضرب سيارتك، كسر لك قزاز، مش عارف مين، تقدر تسامحه. إلا شخص لا تسامحه. شوف، يمكن تستغرب، لا تسامحه. بقول لك لا تسامحه. الذي أثقل قلبك بالهموم. أثقلت جيبتي بالمصروف، الفلوس تروح تيجي. أثقلت إيدي بالتعب والمراكضة، بتروح وبتيجي. أثقلت رجلي بالسعي معك، بتروح وبتيجي. أثقلت مخي بالتفكير بهم أهلك، مش مشكلة. أثقلت علي بالسؤال والطلب، مش مشكلة. هيك الحياة. لكن الذي أثقل قلبك بالهموم هذا تسامحه. أنت حر، بس أنا بالنسبة لي اللي خلاك تنام وأنت مهموم، خلاك تنام وأنت مغموم، الذي سرق منك لذة النوم بكثرة الهموم اللي حطها على قلبك. لأنه إحنا عندنا التعب بالحياة تعبين، في تعب الجسد هذا مطلوب، فامشوا في مناكبها، وآخرون يضربون في الأرض، هذا تعب الجسد. الحياة كلها تعب جسد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا تعب الجسد. تعب الجسد وتعب التفكير وتعب التخطيط وتعب السعي وتعب السفر وتعب هذا لذة في الحياة. لكن أنا بتكلم عن الذي أتعب قلبك بالهم والغم، اللي سلب لذة الحياة منك ولو يوم. هذا ما بتسامح، لأنه هذا ما كان متسلط على أعضائك وجسدك في التعب، هذا كان متسلط على روحك. واليوم اللي راح بالتعب والنكد والهم والغم هذا ما بتعوض. تعبان بجسدك، فوت اضرب لك دش، تطلع مع كاسة شاي بنعنع، يا سلام. احلى من هيك ما في. لكن اللي تعب قلبك وتعب روحك، هذا يومك ما بتعوض. لانه تعب السعي فيه لذة، وتعب القلب هذا هم وغم وسرقة من عمرك، وهذا العمر ما بتعوض. وياما ناس بمضوا حياتهم كله في تعب القلوب، واخر النهار لا جزاء ولا شكورا. وبفتح بغمض ولا عمره ابصر قديش صار، وبتطلع بقول لك انسرق مني عمري، انسرق منك عمرك، لانه ما كنتش مفتح ولا كان في حد يوعيك. فكل انسان ممكن تسامحه. اللي تعبك بالحياة بتسامحه، الا اللي تعبك في قلبك، هذا جزاء عسير. والله يرحمنا برحمته.